بتقول لي احداهن ان هي بتعاقب بناتها بان هي بتحبسهم في اوضه تانية لوحدهم بالزجر يعني والهجر، بس بالزجر والهجر بايه؟ بما يسمى اسلوب ايه؟ التسلط. يعني علميا هي شخصيه بتتسلط عليهم. يعني ايه بتتسلط عليهم؟ يعني هي بتعاقبهم بالطريقه دي. يعني هي كل حاجه هي عايزاها هي اللي بتمشي، وهم ما لهمش راي وما لهمش كلمه وما لهمش اي حاجه. يعني فاضل شويه صغيره وهي بتحكي لي ان هي يعني هقول لها ايه؟ هو انت فاضل تعاقبيهم على النفس اللي هيتنفسوه. يعني انا مش عارفه. فبقول لها يعني طب هو ده موجود فين في ديننا؟ الطريقه اللي انت بتستخدميها اللي هي العقاب، عشان ده بيسبب لهم اذى نفسي، ويسبب لهم يعني بيسبب لهم مشاكل كبيره كبيره. انت بتسيبيهم مع مين حضرتك في الاوضه؟ بتسيبيهم مع نفسهم ومع الهوى ومع الشيطان. حضرتك بتسيبيهم مع مين؟ مع ايه كميه الكبت؟ يعني عارفين ايه؟ يعني بتلغي انسانيتهم. بتلغي انسانيتهم. وبتقولي ايه بقى؟ ان ده ربنا سبحانه وتعالى عمله مع سيدنا كعب لما تخلف عن الغزوة، هجروا 3 شهور. قلت لها نعم. يعني لحظة واحدة بس. سيدنا كعب رضي الله عنه وارضاه، الصحابي المكتمل، الرجل الغني اللي عنده كل المقومات اللي لا تمنعه من الجهاد، انت حضرتك بتقارنيه ببنات او ابناء في سن 13 14 15 سنة؟ ما هذا التفكير العقيم يا جماعة؟ ما هذا التفكير العقيم؟ والله العظيم انا ببقى خلاص اللي هو ايه، انا ببقى قربت انهار. ما هذا التفكير العقيم؟ ايه وجه المقارنة؟ ايه وجه المقارنة وايه وجه الشبه؟ ايه الاصل في الدين في كده؟ ايه الاصل في الدين في كده؟ مين اللي قال ان انا اعاقب ابني ولا اعاقب ولادي او حطهم في الاوضه؟ يعني من كلامها عقابها ليهم على حاجات. انا مش عايزك تكون انسان. انت آلة انا هحركك، انت آلة انا هحركك، انا هحطك هنا واجيبك هنا. انت لا تتنفسي، ما اقولك لغايه نفس ممنوع. هتتنفسوا هتتعاقبوا. حلو الكلام. اصلا هي مش فاضيه لهم. هي بتقولي كده انا مش فاضيه لهم. هاجيلكوا في النقطه دي بعدين. المهم في وجه الشبه في الموضوع ايه؟ انه هي بتعاقبهم وبتستخدم الاسلوب ده عشان الاسلوب ده موجود ايه؟ ربنا عمله مع مين؟ مع الصحابة. مع الصحابة الناضجين المكتملين العاقلين اللي كان عندهم كل المقومات. وفي انهي موضوع وفي اي قضية ربنا جل جلاله عاقبه؟ في قضية الجهاد. مش في كوباية ما شلتهاش، ولا مذاكرة ما ذاكرتهاش، ولا شديت انا واختي عشان اتعاقب بالطريقة دي. نتعاقب في ايه؟ في الجهاد. او ربنا سبحانه وتعالى يعني استخدم معاه الاسلوب ده. فاللي عايزه اقوله ليها واقوله لاي حد بيتصرف بالطريقه دي، طبعا هو ده اسلوب اسمه اسلوب تسلط، ويعني ويرجع كمان الى ايه؟ الى حاجات نفسيه ايه في الام. وهرجع اقول لكم برضو معلش يعني هتكلم كتير، يلا خلي الفيديو طويل مش مشكله. هرجع اقول لكم ان انا قناعتي التامه وبعد القراءه والبحث وربنا سبحانه وتعالى فتح عليا ان اي اضطراب في الشخصيه يندرج تحت قول الله جل جلاله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أي اضطراب يندرج تحت النفس الفاجرة. يعني كلنا عندنا فجور وعندنا تقوى، عندنا نفس فيها فجور ونفس فيها تقوى. الحل فين يا رب؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني ايه يعني انت عندك مشكله في تفكيرك، عندك تشبث برايك، عندك تسلط، عندك كبر، عندك انت نرجسي، وكل انت الناس شفافين وانت نرجسي. كل الكلام ده كل الامراض والاضطرابات النفسيه. فليه بقى؟ ليه قناعتي ليه كده؟ لانه لم يفقد عقله. وعملت لكم فيديو قبل كده، مرض في كيمياء القلب، مرض في كيمياء النفس، مش مرض في كيمياء عقله. يعني عقله ما راحش، ما اتمسحش منه وقام ايه؟ مشي في الشارع بقى ايه وقلع هدومه ومجنون بقى، فقد عقله. في الحاله دي اقدر اقول لكم معلش بقى. لكن غير كده اي امراض قلوب، امراض نفوس، بنص كلام الله جل جلاله وبنص ايه؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع لكم تاني
وأقول إيه؟ إنه ما مرش عليها. شفتوا بقى؟ شوف، ما هو سبحان الله، هي حد مقتنع برأيه، سواء هي او هو، اب او ام او مربي، ايا كان المربي هو مين، حد مربي في المدرسه، حد مسؤول في دار ايتام، اختار ان هو يكون مسؤول، وبالتالي هو بقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فايا ما كان بقى ايه دوره، بالعلم كده اللي ربنا سبحانه وتعالى علمهن، وبالدين اللي بتقولي عليه ان هي مش فاضيه، هي مش فاضيه لهم، مش فاضيه تربيهم، مش فاضيه لهم، هي عندها حفظ قران وعندها تسميع قران وعندها دروس بتعلم الناس، يعني هي مش فاضيه، مش فاضيه تعلم بناتها، مش فاضيه تعلم عيالها، مش فاضيه تعلم ولادها، مش فاضيه تربيهم، هي مش فاضيه. فممرش عليها. طيب يعني ترجع لورا كده شويه، بعد قبل قصه سيدنا كعب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي مع الاطفال؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي مع بنته فاطمه؟ الحديث المشهور اللي كلنا عارفينه، ان كانت كل ما بتدخل عليه السيده فاطمه كان بيقوم يقبلها بين عينيها ويقعدها جنبها. عملتوا ايه من هذا الحديث؟ حد فيكم عمله مره واحده؟ ولا اي مره. ولكن هرجع اقول لكم من فجور النفس ان هي اختارت الحاجه اللي تتناسب مع الفجور اللي في نفسها، او بنختار الحاجه اللي هي بقى تتناسب مع هوايه. اصلها اصلا مش فاضيه لهم، عايزه احضر الدروس، وعايزه اعلم الناس، وعايزه ادي الناس دروس، وعايزه احفظ القران واسمع القران. مش فاضيه لهم، انا مش فاضيه لهم، مش فاضيه تتحملي مسؤوليه انسان ربنا سبحانه وتعالى خلقهم احرار، ما تستعبدتوهم، وقد خلق ولدتهم امهاتهم احرار. يبقى ما تجيبيهمش، يبقى ما تخلفيهمش، يبقى بقول لهم تتجوزوا وبالهنا والشفا وما تخلفوش. ما تجيبوناش للمجتمع عاهات، والله ما ناقصين، والله العظيم ما ناقص المجتمع، ما ناقص، احنا بنعدل اللي موجود، احنا بنصلح في اللي موجود. فاللي عايزه اقوله لكم ان الاسلوب ده لا يتناسب مع اطفال او ابناء في مرحله المراهقه، يعني ما بين الطفولة للنضج. هم لسه في الحتة اللي في النص دي، اضطرابات نفسية واضطرابات هرمونية اضطرابات يا حبايبي عايشين فيها، وآلام. ايه ده؟ الرحمة غير بقى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فقه الأولويات. ربنا سبحانه وتعالى قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نطوا بقى بره باب الشقة، نطوا بره الشباك، واللي قاعدين حواليكوا، واللي جوه البيت، زوجتك او زوجك، ولادك، بناتك، ابنائك، اللي قاعدين جوه البيت معاكم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني ايه رحمه؟ يعني اراعي انسانيه الانسان، يعني شفقه ولين القلب. يعني من الاخر كده يصعب عليا، يعني من اسماء ربنا جل جلاله الرحمن. يعني ايه الرحمن؟ من الشفقه ولين القلب. طبعا الرحمه في حق الله، يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا من الشفقة ولين القلب. انت بقى عيشي كده، او انت عيش كده مع ابنائك وزوجك جوه البيت. ممرش عليهم كل معاملة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وبيخلي القرآن ينفعك، وبيخلي الدروس تنفعك، وبيخلي شغلك ينفعك، بيخلي كل الحاجات التانية اللي هي الثانوية دي تنفعك. فقه الأولويات ده يعني الرحمة يا جماعة ألف به. يعني ألف به يعني إيه؟ يعني زي ما بقول لكم، يا شفقة ولينا. مش عارفة أشرحها لكم إزاي، بس هقول لكم تجيبوها إزاي بإذن الله آخر الفيديو. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. زكوا نفسكم، وادوا لنفسكم حتى 1% ان انتوا غلط، وان انتوا رأيكم مش صح. في صورة كبيرة قلت لكم اسمها صورة الشورى، ربنا سبحانه وتعالى امر بيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وامر بيها الصحابة، واحنا من بعده. القرآن لينا منهج حياة لينا. فارجع واقول لكم تاني اختصارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
اللهم صل على سيدنا محمد. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أجيب الرحمة في قلبي منين؟ وناجي الله جل جلاله باسمه الرحمن، أقول له يا رحمن ارحمني واجعل في قلبي الرحمة. يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، اجعلني يا رب من الراحمين، الراحمون اللي انت تحبهم يا رب وترضى عنهم واللي انت ترحمهم. وهدوا إلى الطيب من القول من الرحمة. يعني مش عايزة أطول عليكم الفيديو ده، ولكن أرجو أن تكون الرسالة وصلت، وربنا يلهمنا جميعا رشدنا ويعلمنا ويفهمنا ويقينا شر أنفسنا ويرزقنا تزكية نفسنا بعفو وعافيته جل جلاله ورضاه.